فيديو النهارده بقى هقول لك تجيب كوبايه قهوه، لا كوبايه قهوه، هقول لك تجيب شفشق قهوه كبير قوي عشان فيديو النهارده خرافي. حضر كوبايه القهوه بتاعتك او الشفشق بتاعك وتعالى نتكلم كلمتين برجوله كده. عقبال بقى ما انت تعمل شفشق القهوه بتاعتك، انا كمان هروح اعمل شفشق، بس هعمل شفشق شاي عشان القهوه ممكن تسهرني. اي نعم الشاي فيه كافيين كتير بس اكيد مش زي القهوه يعني عشان اعرف انام. يا رب بس الكوبايه ديت ايه يعني تكمل معايا لاخر الفيديو. استنوا، ايه ده ايه الفيو الجامد طحن ده، واو. يا لهوي على كوبايه الشاي بتاعتي، برفكتو، اقسم بالله شيف. عدت كام سنه من عمرك وانت لسه زي ما انت؟ كتير قوي يا صاحبي. ولا من النوع اللي بفضل اقول جمله دايما انك طول ما ربنا اداك نفس او اداك عمر جديد انك تصحى من النوم فكمل يومك على احسن وجه عشان لما تروح اخر اليوم وتيجي تنام تكون راضي عن يومك، تكون عملت اللي عليك قدام نفسك وقدام ربنا. ففي فيديو النهارده هقول لك لو رجع بيا الزمن بنفس الدماغ دي كنت هعمل ايه بالظبط، او ايه الحاجات اللي كنت هتعلمها وانا جاهل عنها. جاهز؟ يلا بينا. طبعا انت مفكرني هقول لك اشترك في القناه ودوس لايك وكده، صح؟ ايوه انا هقول لك تعمل كده، كله بالحب يعني. واهم حاجه اللايك لانه بيساعد جدا في انتشار الفيديو، بجد بيساعدني قوي. دوس لايك. اول حاجه وهي ان انا ابدا قناه يوتيوب او اخش في السوشيال ميديا بشكل عام، يعني مش شرط قناه يوتيوب، وابدا بصناعه محتوى. انا بالفعل دخلت يوتيوب من 2021 تقريبا، كنت عامل فيديو عن ببجي من 3 سنين تقريبا، بس للاسف ما كملتش زي اي حد بيبدا يوتيوب، بالذات ان انا كنت بادئ بمحتوى صعب قوي وهو محتوى الجيمنج، وكنت بادئ باقل الامكانيات، والظروف اللي كانت حواليا كانت صعبه جدا ان انا اعمل فيديو جيمنج. كنت بعمل محتوى بتليفون، التليفون كان هو المونتاج، كان هو الاضاءه، كان هو المايك، كان هو اللاب، كان هو كل حاجه. التليفون اللي كان معايا كان تليفون تقريبا كان انفينكس هوت 8 حاجه زي كده تقريبا، يعني مش فاكر قوي التليفون، الكلام ده من زمان قوي. وكان معايا تليفون تاني ارضى منه كنت بلعب بيه، او يمكن العكس، كان معايا تليفون بصور منه تليفون بلعب بيه، مش فاكر يعني، بس هما التليفونين كانوا على بوكلاب يعني. فطبعا المتوقع منك والمتوقع مني ان انا هيأس وهسيب اليوتيوب، وبالفعل سبت ونفضت للموضوع وما نزلتش اي فيديو تاني. هو كان فيديو واحد بس اللي نزل، وبعد كده رحت لمنصه التيك توك زي اي حد طيب بيخش المنصه بيعمل ليبسينج وشويه حاجات كده من بتاعه العيال الفرافير دي، عارفينها. انا بقى من يوم ما شفتك ولا قاعد بفكر فيك. طب تشرب حاجه؟ لو امكن يعني كب كيك، استشوار بقى وحاجات من دي، يعني عارفين انتوا العيال دي، ها عارفينهم انتوا اكيد، ما كنتش واحد منهم يعني. الكتله مش عاجبه يترفد، انت بتتقفل انا بتقفل، اضربه بالكتل مش هعتمد. وطبعا بقى خد عندك انستا وعبط ما اقولكش بقى في التصوير وفي الريلز وحاجات كده، يعني ربنا ما يعودها ايام. طبعا هتقول لي فين الفيديوهات دي كلها، اقول لك ما انا مش عبيط، ما اكيد مسحتها او ما مسحتهاش يعني، عملتها خالص عشان ابقى اشوف فضايحي كده من الوقت للتاني. فلو كان رجع بيا الزمن كنت هتعلم مونتاج وصناعه محتوى بكل جوانب صناعه المحتوى والمونتاج، عشان انا لو كنت استمريت من ساعتها لحد النهارده كان زماني على الاقل بقى عندي خبره ولو صغيره قوي في ان انا اقدم محتوى كويس، وغير كده وكده كان هيبقى عندي شهره، وشهره يعني فلوس، وفلوس يعني فلوس كتير قوي بقى ما اقولكش. فدي اول حاجه كنت اهتم بيها جدا الصراحه لو الزمن رجع بيا وانا بنفس الدماغ او بنفس العقليه دي. تاني حاجه وهي جسمي او شكل جسمي يعني بمعنى اصح، اللي طبعا كان زي الخرا، كان هو ده. بص كده، بص القلاجه والشياكه والقيامه الصوره دي كان عندي تقريبا حوالي 19 سنه في الجسم ده، اللي هو تقريبا جسم عيل عنده 10 سنين. فقررت ان انا انزل الجيم واظبط شويه من جسمي، وبالفعل نزلت جيم وغيرت تقريبا شكلي بنسبه 80% من الشكل ده للشكل ده. ففي فرق كبير جدا من الصورتين. طبعا وقفت بسبب ظروف صعب، في ظروف صعب دي يعني، ظروف شغلي، ظروف مش عارف تقولها، الله يفرج. وطبعا وقفت بسبب ظروف شغلي اللي كانت صعبه شويه حبتين وكانت بتمنعني اروح التمرين، بس ان شاء الله راجع قريب قوي وراجع وهعمل فورمه. ولو كنت اعرف ان الموضوع بيغير قوي كده وبيغير الجسم والشكل والتفكير والعقليه وبيغير كل الكلام ده كنت نزلت جيم على الاقل وانا عندي 15 سنه، بجد انا بتكلم بجد، كنت نزلت وانا عندي 15 سنه. انا من ساعه ما دخلت العالم دوت وانا ملتزم جدا في حياتي ومنضبط جدا، اكيد طبعا مش بنسبه 100% يعني، كان في ايام كده برضو يعني عادي زي اي حد طبيعي ممكن مثلا افوت الجيم او افوت الحاجات اللي كنت بعملها، بس كنت ملتزم جدا بصلاتي. انا من ساعه ما دخلت العالم ده وانا منضبط جدا في حياتي وفي التزاماتي، دي يمكن اكتر فتره كنت بحس فيها بسلام داخلي. الفتره دي كنت بحس ان انا كائن هادي قوي وعندي سلام داخلي كده دايما، بسبب ان انا كنت بروح الجيم وملتزم فيه، لان انا كنت باكل اكل صحي
فبالتالي جسمي واعضائي كلها مثلا واخدين حقهم في الاكل وفي الرياضه في النمط بتاع الشكل الطبيعي لاي انسان، فكان جسمي واخد حقه، فكان دايما مودي كويس معدول كده وصحتي كويسه. فوقفت بقى زي ما قلت لك كده بسبب ظروف شغلي، بس ان شاء الله راجع قوه وهعمل فورمه بوم. تخيل بقى لو كنت ملتزم في الجيم زمان وكنت فضلت مستمر لحد دلوقتي، كان زماني بقيت في ليفل حلو قوي من حياتي دلوقتي، كان هيبقى عندي شكل جسم حلو ورياضي، فدي حاجه كنت ههتم بيها جدا لو كان رجع بيا الزمن. فانت لو بتتفرج على الفيديو ده قوم اعمل رياضه، مش شرط الجيم، اعمل اي رياضه تستفيد بيها وتفيد جسمك، صدقني حياتك هتتغير قوي والله، والكلام ده عن تجربه شخصيه. نيجي بقى الحاجه اللي انا ندمان جدا ان انا ما عملتهاش وانا صغير، وهي ان انا اكون شخص اجتماعي. يا لهوي كنت بني ادم خجول وكيوت وكنت بتكسف بشكل مش طبيعي. تقريبا كانوا كل اصحابي الصور اللي مرسومه على السرير دي كانت كل اصحابي بس طبعا الموضوع اختلف من بعد ال 15 سنه كده، يعني بقيت بني ادم تاني خالص. لحد ال 20 كده وانا كنت بحاول اعمل علاقات في حياتي، ولحد دلوقتي برضه، لكن دلوقتي لسه برضه بحاول لا بهزر، انا بقيت شخص تاني واجتماعي جدا، بس بالليل بقى بلبس الوش التاني اللي هو بتاع الانطوائيه دي، ومش عارف ايه السبب الصراحه، بس ان شاء الله هغيره قريب يعني. بس يمكن السبب اللي بيخليني كده هو ان انا بحب الهدوء والليل والقهوه، وانا يمكن ما بلاقيش مثلا النوع من الهدوء دوت بالنهار مثلا او الصبح، فعشان كده بلجأ للقعاد بالليل لوحدي في مكان هادي. يمكن ده اللي كان بيخليني كده، مش عارف، بس كده او كده فده لازم يتغير عشان ما اتجننش، القعده لوحدي بالليل بتجنني. طبعا هعمل كده من غير ما اثر في حياتي وشغلي واليوتيوب. عايزين بقى نجرب خروجات بالليل بقى والسهر والكلام ده كله. ولو وصلت لحد هنا فانت في الاغلب الفيديو عجبك، فما تنساش ترجع لايك عشان غيرك يشوفه. عارف بقى اللي بجد ندمان عليه ان انا ما عملتوش او ما اتعلمتوش لحد دلوقتي؟ وهي السباحه. ايوه السباحه يا ساده، انا مسمار حرفيا في الميه يا عم انا بروح حمام سباحه بلعب في متر مع العيال الصغيره مستحيل اعرف اعوم، ومش خوف مني، انا عندي الجرأه ان انا اتعلم، بس انا زي ما تقول كده اول ما بتلمس جسمي بحس ان انا داخل فايت، جسمي كله بيتشنج، بحس ان انا اتخشبت مكاني، فده يمكن اللي صعب عليا ان انا اتعلم السباحه. اتكلمت في الفيديو اللي فات عن قد ايه الموضوع ده مهم جدا انك تتعلم السباحه، فانت لو بتعرف تعوم فانت تستاهل سقف. قمت بس عشان مفيش مكان اسقف فيه، ممكن حاجه تطير ولا حاجه فانت بقى لازم تتعلم سباحه عشان لو حبيبتك غرقت تعرف تنقذها يعني وكده، اكيد مش تسمح لحد غيرك ينزل ينقذها، صح؟ اتعلم سباحه. انا اظن ان انا الوحيد اللي ما بعرفش اعوم، وده طبعا هلاقيه في كل الكومنتات، كله يقول انا بعرف اعوم، او كلكم هتبقى بطابيط بقى وكله هيعرف يعوم بقى وكده. ايه بطابيط؟ استنوني شهر بالظبط وهتعلم السباحه وهرجع قرش في المايه، استنوا عليا بس شويه. اخر حاجه ودي حاجه مهمه جدا، وهي انك تتعلم لغه، وبالذات لو لغه انجليزيه. طبعا زي ما انتم عارفين انا بربنت في الانجليزي ومش بفهم منه اي حاجه خالص. بس عندي خلفيه يعني عن اللغه بنسبه 40%، وممكن اتكلم مع حد بس مش بطلاق، يعني ممكن افهم كلامه وهو ممكن يفهم شويه من كلامي يعني مقطع، لان انا اصلا لسه من جديد بحاول اتعلم اللغه واتقنها، مش من زمان يعني. فلو كنت اتعلمتها من زمان كان زمان دلوقتي عايش في حته ثانيه خالص، كان زمان عايش بره على الاقل. قال يعني اللغه بس اللي منعنا. فكر في اللغه عشان هتفيدك جدا في المستقبل، بجد والله فكر فيها. لو كنت بدات في كل اللي قلت لك عليه ده من زمان كان زماني بقيت في حته ثانيه خالص. بس يا صديقي لو الفيديو عجبك وفادك ما تنساش تدعمنا بالاشتراك واللايك عشان غيرك يشوفه، وهتبقى جامد برو ماكس لو عملت شير للفيديو ده. وبس كده، اشوفك في فيديو تاني. احلى كوبايه شاي عملتها في حياتي، بس بقى ايس تي، نسيت اشربه اصلا وانا بصور.